مين؟ ايوه يا عم جاي اهو. ايوه مين؟ اوف ايه ده؟ السلام عليكم. تخيل معايا مراهق في انجلترا كان داخل الجامعه بتاعته بمدخراته بفلوسه كلها اللي هو يحتاجها عامه في جامعته 3000 جنيه استرليني، يعني يعادل مثلا حوالي من 100 ل 120 الف جنيه مصري. بس في اسبوع واحد حصل حاجه غريبه قوي، الفلوس دي كلها اختفت. طبعا ما اتسرقتش ولا حتى اشترى بيها عربيه جديده ولا حتى عمل بيها استثمار يا جدع، ولا حتى اشترى بيها بي سي جديد. اللي حصل ان هو اشترى بيها باكيتجات في لعبه فيفا، صناديق الغنائم او اللي اسمه يعني لوت بوكسز. ظهرت الصناديق ديت في اوائل العقد الثاني في القرن ال21 اللي احنا فيه ده، وفي وقتنا الحالي بتستخدم في الالعاب المجانيه. ما هو يعني لعبه مجانيه هتحقق ربح ازاي؟ اديك صناديق بفلوس واشتريها. بس في الاول كان المفروض ان الصناديق ديت انت بتشتريها عشان حاجات تجميليه فقط. يعني ايه؟ يعني عايز اعمل سكن للسلاح بتاعي، عايز اجيب لبسه في اللعبه عندي. المشكله ان الصناديق ديت اتطورت مع الوقت، وبدأ بدل ما يبقى بس انت بتشتريها عشان تجمل شكلك او تجمل شكل اللعبة، بقيت بتشتريها عشان تكسب. من الاخر كل ما تشتري اكتر كل ما احتمالات ان انت تكسب اكتر، لانك يعني مثال بسيط، هتشتري اسلحة احسن هتكسب، هتشتري لعيبة احسن هتكسب اللي ما بيشتريش لعيبة. وده اللي بقى بيحصل في الوقت الحالي، وده اللي حصل تطور ما بين ان كانت بس الصناديق ديت للتجميل لغاية ما بقت عشان تكسب لازم تشتري. طيب ما تيجي نشرح شوية ايه الصناديق دي اصلا. الصناديق ديت هي سلعة افتراضية موجودة في أي لعبة أو في أي تطبيق، بيبقى فيها شوية عناصر ومكافآت عشان من الآخر يعني تحس إن أنت أنجزت حاجة في اللعبة. الصناديق ديت بيبقى فيها حلين، يا إما إن أنت تشتريها يا إما إن أنت تلعب أكتر. فلما تلعب أكتر بتحصل نقاط، وبالنقط ديت بتقدر تجيب الصناديق ديت، وبالتالي بيخليك تلعب أكتر. ما أنت هتلعب أكتر فهتجيب نقط أكتر، فهتقدر تجيب صناديق هي المفروض إن هي بتتشرى بفلوس، بس أنت بتشتريها بوقتك. وطبعا مش العادي إن بيبقى الصناديق بس إن أنت تشتريها بفلوس على طول، لا أنت ممكن بتشتري نقط او مفاتيح مثلا، وبالمفاتيح دي تشتري بيها الصناديق. يعني عمليه غير مباشره قوي، فاهم؟ طبعا واي صناديق ما بيبقاش فيها حاجات معينه وخلاص، لا هي حاجات من الاقل للعادي خالص للنادر جدا. يعني مثلا لاعب ميت للاعب جامد للاعب اجمد. والصناديق دي بقت تقريبا موجوده في اغلبيه الالعاب الحديثه دلوقتي. ما فيش العاب في العادي لا ويقول لك مجانيه، اللعبه دي مجانيه خش العبها، وهي لازم يبقى فيها صناديق. ما هيكسب ازاي؟ ما هو هيكسب بحلين، يا اما اعلانات زفت هتظهر لك كل دقيقتين فهتكره اللعبه وتقشرها خالص، يا اما هديك لا صناديق يا عم ومش هحط لك اعلانات بس اشتري الصناديق دي. 58% من الالعاب اللي موجوده على جوجل بلاي هي لازم يبقى فيها صناديق. 59% من الالعاب اللي موجوده على ايفون فيها صناديق. 36% من الالعاب اللي موجوده على ستيم صناديق. اظهرت 12 دراسه من اصل 13 ان في صله واضحه ما بين الصناديق والمؤامره، وطبعا مش المؤامره اسمها المقامره يعني الرهانات يعني. واظهرت الدراسات ديت ان حرفيا التحفيز اللي بيجي لك لما بتآمر او لما بتراهن بيبقى تقريبا شبه الاحساس ده بالظبط. الجوائز اللي بتطلع لك من الصناديق العشوائيه ديت هي نفس الاحساس بالظبط في ماكينات القمار اللي هي بتتنى تلعب ثلاثه كده بيتنوا يلعبوا ويطلع لك حاجه معينه. وفي 4 نقط حرفيا هم بيتشابهوا مع بعض فيهم جدا. 1 الجوائز عشوائيه تماما. 2 قيمه الجائزه متغيره، يعني يا اما هتبقى عاليه قوي وهبوم يا اما هتبقى قليله. وطبعا ان هي تبقى عاليه قوي ده نسبه قليله جدا. اشارات صوتيه
صوتيه ومرئيه شبه، يعني بيبقى فيه مثلا صوت او حاجات كده انت بتحس اللي هو ايه شبه القمار اصلا، بس هي مش قمار. هما الاثنين ليهم علاقه ببعض جامد جدا. ورابع حاجه ان دايما اللاعب بيبقى عنده سنه يقين ان الجايه هيجي لاعب جامد، ان الجايه هيجي سلاح جامد، ان الجايه هيجي مكسب جامد. على فكره خد بالك الصناديق دي بتجذب اكتر الناس اللي هم منفتحين على فكره المؤامره عامه، يعني او الرهان، فاهم؟ طيب في سؤال مهم جدا محتاجين نرد عليه، هو دماغنا بتحب القمار؟ هي مش بتحب كلمه القمار، هو في حاجات بتحصل من القمار دماغك بتحبها. اول حاجه نظريه المكافاه في الدماغ او ما يعرف ب reward system. فكره ان مخك مستني ان هو يكسب دي في حد ذاتها اصلا بيبقى فيها دوبامين، انه التكه الجايه ديت احتمال كبير قوي هي اللي تكسبك. دماغك بيفرز اصلا دوبامين اول ما تتك، يعني قبل حتى ما يطلع هو جامد ولا لا، تنيك منتظر كده وعلى ترقب هو هيبقى جامد ولا لا، هو انا هكسب ولا لا. تاني عامل وهو العشوائيه. البشر بطبيعتهم بيحبوا المفاجآت. لو كل مره هتفتح باكه معينه او صندوق معين وهتبقى عارف ايه اللي جواه هتحس بملل. انما لو انا دايما بديك مئات الخيارات وحاجات كتيره جدا ممكن تطلع لك، لا انا مستني طب يا ترى المره دي هيطلع ايه، ده ممكن يطلع لي حاجه ما طلعتليش قبل كده اصلا. وده العادي اصلا. العشوائيه بتساوي اثاره زائد فضول زائد امل. فكره اصلا ان انا اربح شيء كبير قوي من حاجه صغيره وهو موصل لك ان هي حاجه صغيره، يعني ايه؟ يعني لما تفتح باكه مثلا بسعر قليل وتطلع لك لاعب جامد جدا انت بتقول اوف انا كده كسبان، وانت ولا كسبان ولا حاجه. ما هو اللاعب اصلا غالي ولا رخيص ولا نيله، هو اللي حدد لك ان قيمه اللاعب ده غالي، انما عادي هو لاعب عادي. دماغك بيتعلق بالامل اكتر من النتيجه اصلا. رابع حاجه او ثالث حاجه بصراحه مش فاكر قوي، الادمان او الادكشن لوب. لما بتفتح صندوق معين ويطلع لك منه حاجه جامده دماغك على طول بيحفظ ده، انا لما طلع لي حاجه جامده من الصندوق المعين دوت انا فرحت قوي، تعالى بقى نفتح صناديق كتيره كل شويه انتنا نفتح، يا عالم ممكن يطلع لي منها حاجه جامده وبالتالي هبسط نفس الانبساط اللي حصل لي قبل كده. فانا مستني نفس الانبساط. انا انبسطت قبل كده بصندوق نفس الصندوق ده كنت فتحته قبل كده وطلع لي حاجه جامده قوي، يا عالم ممكن يطلع لي منه حاجه تانية. طب لما بتخسر يعني انت فاكر ان انت لما بتخسر يعني انت خسرت؟ لا بالعكس، ده دماغك بتقول لك انت خسرت يبقى احتماليه ان انا اكسب المره الجايه اكيد اكتر. يعني انا كل شويه قاعد اخسر، كل شويه قاعد افتح صندوق وما يطلعليش منه حاجه، يبقى اكيد المره الجايه هيطلع احسن. خامس نقطه وهي ظاهره المشاهد اصلا. هو احنا ليه بنفرح او بنستمتع واللي قدامي بيفتح؟ مش انا اللي قاعد افتح الباكجات، ده انا بقى بتفرج على واحد بيفتح باكجات فيفا. من الاخر انت بتبقى زي ما تقول كده ايه، حاسس اكنك انت اللي دفعت الفلوس دي، انت ما دفعتهاش بس عقلك الباطن اللي هو هو دافع $1000 مثلا، يعني هو $1000 كتير بس يعني دافع كذا عشان يفتح الباكه دي. انت لوحدك بتتبسط اصلا، وزي ما قلت بتتبسط بالعوامل التانية كلها برضه. ما العوامل التانية كلها ممكن يحصل انبساط من المشاهده بس. وده جواب على سؤال انت بتحب القمار ولا لا. في الحقيقه انت فعلا ما بتحبش القمار ككلمه، بس بتحب كل العوامل اللي انا قلتها لك دي لغايه كده. والناس فاكره ان انا يعني خلاص كده خلصت الفيديو. لا بجد في نقطه اهم من دول كله، وهو ان في بعض الناس بتهرب من الشيء السيء قوي للشيء السيء. واحد يقول لك انا هشرب فيب عشان يعني ابطل سجاير، يعني بعدت عن السجاير بس هشرب فيب. واحد يقول لك انا مش هآمر، انا مش هراهن، بس هو هفتح باكجات. مع نفس الكونسبت، الفرق الوحيد ان فعلا ده سيء جدا وده سيء. لازم بجد لما تحب تهرب من شيء سيء تهرب منه تماما، ما تحاولش تبدله بشيء سيء اقل. لا هو الغلط تشيله خالص. فكره ان انا بقلل السيء جدا لسيء اقل شويه، بجد لو تنيتك تتعامل كده هتلاقي نفسك ان السيء دوت مع كتره اتحول ان هو بقى سيء جدا. فما استفدناش حاجه. يعني معلش اللي يقول لك انا مش هآمر بس هفتح باكجات دي بقى يفتح كتير جدا لدرجه ان ممكن عادي جدا يكون الصرف اللي بيصرفه اكتر لو كان بيراهن في العادي. طبعا الحوار ده مش هنقدر نجزم ان هو حرام 100% لانه تسليه، يعني هيقول لك تسليه في الاخر، مش تقدر تجزم عليه وتقول له ان هو لا هو ده حرام، مش هتقدر. ولكن هو باين يا اسطى، باين ان هو الحوار مش تمام، في حاجه غلط. يعني ليه افتح باكج؟ هو بصراحه مش هكذب، هو اي حد اقول له ليه هيقول لي ما انا بستمتع، او يعني ده الفرحه بالنسبه لي، او دي الحاجه الحلوه. فمش هقدر ارد عليه، بس انا فهمتك الحوار دلوقتي ومحتاجك ان انت بجد تقرر هل انت بجد مبسوط بان انت سبت حاجه سيئه جدا ومسكت في حاجه اقل سوء ولا ايه. كده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبك. لو عجبك ما تنساش تعمل لي لايك، تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، ويلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام. طبعا الناس بتقول لك ويعني حالق دقنه ليه وبتاع وكده. يا جماعه التربيه العسكريه ويعني وتراب البلد وكده لازم نحميه. يعني فاهم. يلا الحمد لله بقى نعمل ايه. تقعد سنتين بقى على ما